مرحبا بكم. اللي صاير في النادي الافريقي مش متوقع ومش معقول، وزي ماني عارف منين مش نبدالكم منين مش نحكي. في البداية باش نبداو بأدق التفاصيل. أحمد بوعسيدة على ذمة الترجي لمدة 5 سنوات. سيوس النادي الافريقي قامت بدفع أكثر من 70% من مستحقات اللاعب علي يوسف. تشامبرز يدون ولا يبالي. وفي خبر آخر، حسن يعقوب يعلن ترشحه لرئاسة النادي. فتيات النادي الافريقي توجنا بكأس البطولة وتحصلنا على الثنائي. قبل كل شيء باش نبداو نحكيو على احمد بوعسيدة. احمد بوعسيدة كما شفنا النادي الافريقي كانت تتفاوض معاه، وبالاخص السيد محمد الساحلي اللي حب يجيب احمد بوعسيدة خاطر يعرفوا قيمة ثابتة وعنده نظرة فنية كبيرة. برافو سي محمد الساحلي. اما لكن المشكلة برافو الإدارة اللي كانت فاشلة وخلت الترجي يظفر بخدمات هذا اللاعب. الحقيقة برافو لإدارة الترجي اللي هي كانت ديما سباقة في أي لاعب تحب النادي الافريقي تضمه، يعطيها الصحة تفكوا بأي طريق. له إلى سيوس النادي الافريقي دفعت مبلغ قيمته 70% من قيمة مستحقات اللاعب علي يوسف، ويعني وتفضل هذا الإشكال قبل ما تصير يعني حالة عصيان من اللاعب، وتفضل الإشكال وعلي يوسف على ذمة النادي والحمد لله. وفقا لموزايك اف ام، احسن يعقوب يترشح لرئاسة النادي الافريقي مع اعضاء وهيئة مديرة لديهم المال، يعني ينجموا يقوموا بانتدابات جيدة للنادي الافريقي وكذلك تصحيح على مستوى الاداري للنادي الافريقي. كانت هذه ابرز التفاصيل. في الختام نشكركم على حسن المتابعة والى اللقاء.